الرباط عاصمة خضراء وإرث ثقافي إنساني عالمي أهلتها لتحظى بشرف إعلانها من جديد من طرف الأمم المتحدة عاصمة الألفية. يأتي ذلك ضمن حملة الأمم المتحدة واحتفائها بيومها العالمي. مجموعة من الاتفاقيات تم توقيعها لتعزيز مكانة الرباط ولتنزيل أهداف الألفية. 2500 سنة من التاريخ الذي لعبت هذه المدينة، والتي الآن عاصمة المملكة، وكانت كادت أن تكون عاصمة لإمبراطورية أيام الموحدين، وهذا الدور لعبته ما زالت تلعبه كمدينة جميلة. على مدى 3 أيام ستشهد العاصمة تنظيم مجموعة من العروض والحلقات الدراسية تتناول مسار الرباط وتناقش الكيفية المثلى لتنزيل أهداف الألفية وتحقيق التنمية بمختلف جهات المملكة. هناك برامج ومشاريع مفتوحة بالرباط وبضواحي العاصمة منجزة من طرف شركائنا، هي بالأساس تتعلق بالرياضة وبالثقافة وبالمجتمع المدني. 8 أهداف تنتظر التحقيق في أفق 2015، منها القضاء على الفقر وتحقيق تعميم التعليم وتعزيز مكانة المرأة وصحة الطفل والاستمرار في تحقيق الاستدامة البيئية.